أهلا بيك. في كتير مننا ما بيقدروش يسامحوا لما حد بيأذيهم أو يجرحهم، بس الحقيقة إن اللي بيسامح علشان نفسه. التسامح قرار داخلي، مش اتفاق خارجي مع الشخص اللي أذاك. لما بتسامح بتتحرر من التفكير السلبي المستمر في مين عمل إيه وليه، وبالتالي بترجع تركيزك لحياتك وأهدافك. لكن لما بتختار ما تسامحش بتعيش نفس الوجع كل يوم، ونفسيتك بتبدأ تتعب، والمشاعر السلبية بتفضل مسيطرة عليك. لما بتسامح بتكون القصة اتقفلت، والإحساس السلبي تجاه الشخص بيمشي وبيبطل يتحكم في تفكيرك. خلي بالك، التسامح مش ضعف، بالعكس، من أهم صفات الإنسان القوي والناجح إنه يعرف يتحكم في مشاعره ويكمل طريقه من غير أحمال. التسامح بيرجع لك طاقتك ويزود تركيزك وإنتاجك. التسامح دايما بيكون اختيار ناضج، لأنك بتختار السلام بدل الصراع، والوعي بدل الانتقام. عشان تقدر تسامح لازم الأول تعترف بوجعك، ساعتها بتحط حدود في تعاملاتك وما بترجعش تكرر أنواع العلاقات اللي بتنتهي بوجع وألم. حاول تفصل بين الفعل والشخص. افتكر إن الفعل كان غلط، بس الشخص إنسان وبيغلط، وهنا بتسهل على نفسك التحرر من الغضب والحزن. ادي لنفسك وقت تهدى، ولما غضبك يقل افتكر إنك بتسامح علشان نفسك، وساعتها التسامح بيبقى أسهل. سامح لأنك تستحق السلام، مش علشان الشخص اعتذر أو اتغير أو ندم. دلوقتي غمض عينك وتنفس بعمق وبطء. تخيل الهواء اللي داخل بيخلق جواك مساحة جديدة مليانة تسامح وحب لنفسك، والهواء اللي خارج بياخد معاه أي غضب أو كره تجاه أي شخص جرحك أو زعلك. دلوقتي اسمح للتوكيدات اللي هتسمعها توصل لقلبك بهدوء. أنا متسامح. أنا بسامح عشان أرتاح. أنا بسامح لأني قوي. أنا بسامح عشان ما شيلش حمل يتعبني. أنا بسامح عشان أتحرر من الألم والحزن وأركز في مشواري. دلوقتي افتح عينك وما تنساش تتنفس وتضحك، وافتكر إن وسط كل الأصوات في صوت واحد.